الأكلة الأقرب إلى القلب والأكثر سرعة بالتحضير يلي كلنا بنحبه، صغير وكبير بيطلبوا منا، شو هي؟ النودلز. بآخر أخبار السوشيال ميديا أن النودلز مش منيحة، بتعمل سرطان، ما لازم ناكلها، مضرة بالصحة، ما لازم تنعطى للولاد، وكتير بعد أخبار عم تنتشر عنها. هالشي حقيقة أو كذب؟ رح نكتشف هالموضوع مع أخصائية التغذية ملك الشيخ علي، يعطيك العافية. حبيبتي الله يعافيك. رح نحكي اول شيء اهم شيء بس ما نقرا شو نشوف الانجريدينتس من شو المكونات مصنوعه. خلينا ناخذ هيدي المكونات بشكل عام. في عنا كلمه اسمها MSG او مونوصوديوم جلوتامات. شو هو المونوصوديوم جلوتامات؟ المونوصوديوم جلوتامات هو عباره عن املاح مصنعه بتنضاف ان كان ما بس للنودلز، للشربات الجاهزه، للمرق الدجاج. شو اهميته؟ هو بحسن الطعمه. شو ما كان محطوط بقلبها، ان شاء الله يكون محطوط بقلبها بقايا لحوم، عظم، شو ما كان خالطيننا، بحطوا هذا المونوصوديوم جلوتامات. بضيعوا لنا الطعمة. بالضبط، لانه هو بيشتغل على الجهاز العصبي وبخبر انه هيدا الشيء اللي انت عم تاكليه كثير طيب. فهون مشكله المونوصوديوم جلوتامات. هلا المونوصوديوم جلوتامات ما موجود بس باسم الام اس جي، يعني انتم قريتوا بالانجريدينتس ام اس جي معناتها هو المونوصوديوم جلوتامات. لا، ممكن يكون موجود باسم منكهات طبيعيه، ممكن يكون موجود باسم نشا الذره او اي 621. أنا هيدا اللي بشوفه بكل شيء يعني. بالضبط، فهو هيدا المونوصوديوم جلوتامات. هلا شو مداره للمونوصوديوم جلوتامات اللي نحن عم نحكي عنه؟ لقوا انه هو بسبب سرطانات، انواع محدده من السرطانات، بسبب امراض القلب ومشاكل الشرايين والقلب، ممكن حتى بيعمل سبب للخرف توصل لهالدرجه. السمنه كمان من الاسباب السمنه، وايضا عند الاطفال، وللاسف انه النودلز كثير بيكونوا الاطفال بياخذوهم، هو ممكن يعملهم الحركه الزايده. سؤال، بقلب النودلز نحن بنشوف الظروف مزبوط. اللي حاطين البهارات، هي المؤذية البهارات. لا، النودلز الاساسيه في كمان دراسه قالت انه ممكن في بعض انواع النودلز، ما راح اقول الكل، بينحط لهم واكس كرمال لما ينطبخوا ما يلزقوا على بعض، وبالتالي كمان انتم تخيلوا عم تاكلوا واكس قد ايه ممكن يكون مؤذي على جسم الانسان. فكرمال هيك ان كان النودلز او الشربات الجاهزه او المرق الجاهز، يفضل انه الواحد ما ياخذهم. حتى المونوصوديوم جلوتامات بنلاقيه بالتشيبس، بنلاقيه بالبوب كورن الجاهزين، بنلاقيه بالفاست فود. بنلاقيه بالفاست فود يعني مثل الماكدو، الكي اف سي، كمان موجود بقلبهم المونوصوديوم جلوتامات. حتى اللحوم المصنعه. غير ايضا كمان اذا ما بدي احكي، اذا بنشوف كمان على الانجريدينتس، السكري محطوط بقلب الشربات الجاهزه، المنكهات، الملونات الصناعيه، وهدول كلياتهم عباره عن مواد كيميائيه، يعني نحن بس عم ندخل مواد كيميائيه على جسمنا. كرمال هيك ودائما نحن بنشجع انه الواحد انت اعملي الشوربه بالبيت، ما بيأثر لو الام بدها تتعب شوي، بس بتكون عم تعرف شو عم بتطعمي اولادها، عم بتطعميهم خضره ايش شو عم بتحط بقلب هيدي الشوربه. أخبار حزينة بهيدي الحلقة، وبنشوفكم نرجع بفيديو جديد بحلقة جديدة، إن شاء الله تكون أخبار مفرحة. باي باي.